خليني أسألك سؤال واحد بس. لو السنة دي عدت بنفس سرعتها وأنت ما غيرتش حاجة في حياتك، هتبقى فين بعد 12 شهر؟ نفس المكان، نفس الروتين، نفس الشكوى، ولا هتكون شخص مختلف تماما؟ السؤال الحقيقي مش ايه اللي هيحصل السنة دي؟ السؤال الحقيقي هو انت هتعمل ايه السنة دي؟ الايام دي العالم كله بيتغير بسرعة كبيرة جدا، اسعار بتزيد، ضغوط بتكتر، فرص بتظهر وتختفي، وكل واحد فينا واقف في النص بين اختيارين واضحين: يا إما تتفرج يا إما تتحرك. أغلب الناس مستنية حاجة تحصل، مستنية ظروف تتحسن، مستنية فرصة مثالية، مستنية وقت مناسب. بس الحقيقة الوقت المناسب عمره ما بيجي. الوقت المناسب أنت اللي بتصنعه. إحنا عايشين في زمن اللي بيقف يوم واحد بيتأخر كتير. الذكاء الاصطناعي بيتطور، الشغل بيتغير، المنافسة بتزيد، واللي مش بيتعلم حاجة جديدة بيخرج بره اللعبة بهدوء. السؤال مش الدنيا رايحة على فين؟ السؤال الحقيقي أنت رايح على فين وسط الدنيا دي؟ خليني أصدمك بحقيقة بسيطة. بعد سنة من دلوقتي هتبص ورا وتقول جملة من اتنين: يا ريتني بدأت بدري، أو الحمد لله إني بدأت بدري. والجملة دي أنت اللي بتحددها من النهارده. عارف أكبر كذبة بنقولها لنفسنا إيه؟ لما الظروف تتحسن هبدأ. بس الحقيقة الظروف عمرها ما هتتحسن لو أنت ما أتحسنتش. ما فيش نسخة سهلة من النجاح، ما فيش طريق مختصر للأحلام، وما فيش حد هيجي ينقذك. أنت البطل الوحيد في قصتك. الناس نوعين: نوع بيقول الدنيا صعبة فمش هحاول، ونوع بيقول الدنيا صعبة فلازم أحاول أكتر. الفرق بينهم مش الحظ، الفرق بينهم قرار. أنت مش محتاج تبقى عبقري ولا غني ولا عندك معارف. أنت محتاج تبقى ملتزم، تعمل الحاجة الصح حتى في الأيام اللي مزاجك فيها مش تمام. الدافع هيجي ويروح، الحماس هيطع وينزل، لكن الالتزام هو اللي بيصنع المعجزات. اعمل اللي عليك حتى وأنت مش متحمس، حتى وأنت تعبان، حتى وأنت مش شايف نتيجة، لأن النتيجة دايما بتيجي متأخر. التغيير مش قفزة كبيرة، التغيير قرار صغير يتكرر كل يوم. صفحة تقراها، مهارة تتعلمها، عادة تصلحها، خطوة زيادة. بعد سنة الخطوات الصغيرة دي هتخليك إنسان مختلف تماما. يمكن دلوقتي أنك محبط، يمكن حاسس إنك متأخر، يمكن شايف إن غيرك سبقك، بس صدقني مفيش حد متأخر، فيه حد بدأ وحد لسم، وأنت لسم عندك فرصة تبدأ. الفترة الجاية مش محتاجة وعود كبيرة، مش محتاجة خطط معقدة، محتاجة قرار واحد بس: إنك تبطل تؤجل حياتك. قبل ما الفيديو يخلص جاوبني بينك وبين نفسك: إيه الحاجة اللي لو بدأت فيها من أنها أدهم هتغير حياتك بعد سنة؟ اكتبها وابدأ فيها فورا، مش بكرة، مش الأسبوع الجاي. ابدأ أنها أدهم، لأن مستقبلك مش بيتبني بالأحلام،
بيتبني بالخطوة الأولى. ولو الكلام ده لمسك فعلا، اشترك في القناة، عشين كل فيديو هنا، هيفكرك بالنسخة القوية اللي جواك، واكتب في التعليقات ايه أول خطوته تبدأها من النهتر ده.